والأول مرة في حياتي هشوف حد بيحاول يسجل رقم قياسي. يلا بينا. مبدئيا كده ده ماركوس شاب نرويجي معاه جينيس ريكورد في أكلة نرويجية اسمها بوريدج. هي عبارة كده عن حاجة شبه الرز بلبن بتاعنا في مصر بس أتقل شوية وصور وبيتحط عليها زبدة وسينامون. ماركوس أكل منها 675 جرام في أقل من دقيقة، ودلوقتي بيحاول يكسر ريكورد تاني في أكل الجبنة دي. It has to be whole when the timer starts. So the first 10 seconds, I'll just break it apart. Okay. And then the last 50 seconds or 40, I will just try to eat like the pieces, you know. ودي كانت الطريقة اللي مشي عليها في أول محاولة، يكسر الجبنة في 10 ثواني وبعد كده ياكلها. وأولي هنا بيساعده، حط له باسكت عشان قال إنه ممكن يرجع من الأكل بسرعة. ويلا بينا نشوف ماركوس هيعمل إيه في أول محاولة. No. I made you laugh already. Too hard. وزي ما انتم شايفين باءت المحاولة الأولى بالفشل لأننا ضحكناه، وكمان الجبنة كانت قاسية شوية لأنها كانت لسه طالعة من التلاجة. وما استسلمش، ويلا بينا على المحاولة اللي المرة دي فيها ناس كتيرة جدا هتتفرج عليها. Hello, my name is Marcus. I'm 22 years old. I'm here today in Norway, in Trondheim, to beat the official record for eating hard cheese in 1 minute. This is the cheese I'll be using today. It's Comte, which is an international recognized cheese as per your guidelines. So what we'll do first is to weigh the cheese, of course. I prepare the scale. It's 506. وكده احنا وزننا الجبنة والشهود حاضرين وبيسجلوا الفيديو، ويلا بينا نشوف ماركوس هيعمل ايه. 4 3 2 1 go. First 15 seconds done. Can do this. 40 seconds. This is 4 bites. Go, Marcus, go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Oh, that's difficult. وهنا كده الدقيقة خلصت، ويلا بينا نشوف ماركوس أكل قد إيه في دقيقة. وللأسف باءت المحاولة الثانية بالفشل ب 30 جرام بس من الجبنة في دقيقة. Well, I hope you guys enjoyed the show. تفتكروا بعد ما شفتوا الفيديو ده هل في حد معاه رقم قياسي في أكل الجبنة الرومي أو الرز بلبن؟ قولولي في التعليقات. باي باي.